كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن عادة غريبة عند الشعب المصري، طبعا هو الفسيخ والرنجة. كل ما تسأل مثلا ايه علاقة الفسيخ والرنجة بأول يوم العيد أو برمضان، محدش طبعا بيعرف يرد ويقول لك ده احنا اتعودنا على كده، فهذا ما وجدنا عليه آباءنا، فمضطرين ان احنا نتكلم عنه. الفسيخ والرنجة من أكتر الحاجات اللي ممكن ترسب أملاح في الجسم، فاحنا عشان نقلل ترسيب الأملاح دي وعشان نحد من تأثيرهم، في شوية حاجات بسيطة ممكن نعملها عشان الأملاح ما تترسبش في الجسم بنسبة كبيرة. أول حاجة إن احنا نشرب مية كتير بعد الفسيخ. الحاجة التانية إن احنا نقلل من الكمية اللي احنا هناكلها. الحاجة التالتة نمتنع عن شرب المشروبات الغازية بعد الفسيخ والرنجة. الحاجة الرابعة إن احنا ننتقي أنواع الأسماك اللي احنا هناكلها وتكون بأعلى جودة عشان يبقى تأثيرها حتى لو فيها منها ضرر فيبقى تأثيره أقل بشوية من المعتاد. آخر حاجة والأهم إن احنا لازم نمشي على الأقل خالص تلت ساعة بعد ما ناكل الفسيخ أو الرنجة، ومعاها لازم ناكل موزة عشان نسبة البوتاسيوم العالية اللي فيه هتقلل تأثير الصوديوم اللي موجود في الملح. يا رب دايما بصحة، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا كل الأيام بخير وعيد فطر مبارك إن شاء الله.